ان احنا نتكلم بلغتهم ونفهمهم وحتى نترجم فيديوهاتنا. حد فيهم قبل كده لما حب يوصل لنا رسالته كان بيتعلم لغتنا ولا بيترجم لنا فيديوهاته؟ هو اصلا حد فيهم مهتم يكلمنا قبل كده؟ بعدين مالك مهتم قوي كده يعني ان هم يعرفوا الحقيقه؟ ايه مستنيهم؟ لا مش كده، الحقيقه واضحه مش مستخبيه، اللي عايز يفهمها يفهمها واللي مش عايز يطلع عنه ما فهم. اخي الكيان المحتل ده مع اكبر قوه عسكريه واقوى دفاع جوي، اسلحه وصواريخ ملهاش عدد. احنا لوحدنا مش هنقدر ولازم نعترف. اعترف لوحدك، ولو قوتهم العسكريه ودفاعهم الجوي وحامل طياراتهم مفهماك ان هم اقوى، فنفس الحاجات دي فهمتني ان هم اضعف، وقد ايه بيخافوا منك وقد ايه بيعملوا لك الف حساب. وكويس وانت بتعد قوتهم انك ما عدتش عساكرهم معاها، لانك عارف ان عساكرهم اضعف واجبن من انهم يواجهوك وش في وش. ومفيش دوله بيتم احتلالها من الجو بس. عايز توصل لايه يا حكيم؟ عايزك تفهم دورك اللي يخليك ما تحتاجش لحد انه يساعدك، ما تحتاجش لحد انه يفهمك، دورك اللي انا وانت نبقى في صف واحد، مش واحد فينا شايف ان محمد صلاح صح والتاني شايف ان محمد صلاح غلط. لا مش كده، قلتش انه صح، وانا معاك ان كلمته في الوقت ده هتبقى اكبر من اي فعل واكبر من اي رقم ممكن يتبرع بيه.